مفيش ضمانات غير كلامك معايا. تمام. وانا لو رحت لفهد وقلت له ان انت لسه عايش؟ ايوه بس انا هقوله ان انا شاكه ان في حاجه في وفاه بابا مش طبيعيه. انت ما بتديوش اي معلومات زياده. انا مش فاهم انت ازاي عايزه تاجلي اجراءات الدفن. يا كارمن ده اكرام الميت دفنه. انا هشرح الجثه. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بابا ما ماتش موته طبيعيه. انت اللي قتلته يا ابن الكلب! بس لا اوديك في 60 داهيه! انا اللي قتلته البنت بتاعتي. لا مش تقول كده من الأول. لا طالما الحاجة نادية موافقة يبقى ألف بركة. ربنا يتمم بخير يا سماح يا أختي. انا برضو اللي اقول لسعادتك، سعادتك بتقدر تفهم الناس من نظرة عين. هي فريدة عاملة ايه؟ جابوك يعملوا فيك زي ما عملوا فيا؟ طب اسمعني كويس قوي. انا لو نزلت من عندك هنا ومعيش الورق، لا انت ولا مكتبك هيبقى ليه وجود اصلا. جلال! فندم انا لسه عند رأيي. انت مش عايزني احب معاها؟ انا متضايق لمجرد قربها من حضرتك. بصراحة مش عايزها تاخد حجم اكبر من حجمها. ممكن اقعد؟ ايه؟ ممكن اقعد؟ حضرتك عارف معزتك عندي وعارف انت بالنسبة لي ايه. بصراحة مها دي مش من مقام حضرتك. انا مش عارف انت خايف منها ليه؟ ايه اللي ممكن تعمله يعني؟ ولا حاجه. يا فندم واحدة زي مها دي بعد جوزها واهلها، يعني ممكن تعمل اي حاجة عشان خاطر مصلحتها. انا محتاج حد يبقى جنبي. مليون واحدة يا فندم. اؤمر من بكرة بدل الواحدة 10. مليون واحده ايه؟ من امتى ما حدش سال فيا؟ ولا سال عني ولا كلمني. كل يوم الناس بتتصل بحضرتك وبتسأل عليك. صلاة مصالح. انا بتكلم عن حاجه تانية. بتكلم عن الود والمحبه. ما هي حضرتك المصالح هي اللي بتجيب الود والمحبة. لا مش كده. انا عارف ان هي خسرت حاجات كتير ومش هتقول لا على اي حاجه لو عاشت معايا. يعني زيها زي غيرها، لو جت واحده تانية غيرها ممكن تعمل نفس الحكايه، تسيبني وتمشي في اي لحظه. فين الفرق يعني؟ فين الفرق؟ انا برضو مش مرتاح لها بصراحة. مساء الخير. مساء النور. ممكن اقعد؟ طبعا اتفضلي. شكلك مبسوطه قوي. بصراحة هطير من الفرحة. أنا أول مرة في حياتي أروح فندق كبير كده وأروح مكان زي ده. بصراحة عمري في حياتي ما رحت مكان كده خالص. مش للدرجه دي برضه. لا للدرجات دي. أقول لك على حاجة وما تضحكش عليا. قولي. بس أنت ضحكت أهو أصلا قبل ما أقول. حاسة زي ما أكون سندريلا وأنت الأمير اللي أخدها على أرض الأحلام. لا مش للدرجه دي بقى. والله للدرجة دي واكتر. انا عشت ايام وعشت في فقر لو حكيت لك عليه سنين قدام عمرك ما هتحس بيه. عمري ما تمنيت حاجة واتحققت، حتى لو حاجة بسيطة قوي. ابويا مات وانا عندي 6 سنين. امي حلفت 100 يمين مش هتتجوز وهتقعد تربيني. قعدت كده في حتة في الحارة تبيع حاجات. وما دخلت المدرسة كل الولاد والبنات اللي في الحارة بقوا ينادوا عليا ويقولوا لي يا بنت البياع. ده كان اسمي في المدرسة. ما كانش ليا اصحاب، ما كانش حد بيرضى يلعب معايا عشان لبسي وحش ومقطع. عمري ما جبت حاجة جديدة ولبستها حتى في العيد.
كانوا الجيران يدوا لامي هدوم ليا صدقه يعني. عارف كل احلامي كانت ايه؟ ان البس فستان جديد يكون بتاعي انا، ملكي انا لوحدي، اكون انا اول واحده لبسته. حتى ماهر انا عمري ما حبيته. بس اللي انا اعرفه انه هو كان بيحبك. ولا حبني ولا حبيته. ماهر زي ما تقول كده كان احلى الوحشين، هو اللي متاح قدامي. هو حسبها واحده وقابله بيه، كبر في السن واشتغل قد ما اشتغل، معرفش حتى يحوش قرشين ويجيب شقه، وانا ما كانش قدامي غيره. طالعه من فقر على فقر، من ذل على ذل، وجات لي الفرصه استغلتها. انا عارفه ان انا ممكن اكون وحشه في نظرك، واحده خانت جوزها وشهدت زور عشان بتدور على عيشه حلوه وفلوس، بس من حقي برضه غصب عني. اللي شفته هو اللي خلاني ابقى كده، بس انا مش قصدي، انا مش وحشه والله. ممكن ما اتكلمش في الموضوع ده تاني بعد كده خالص؟ ممكن احنا مش هنسهر ولا ايه؟ بصراحه انا تعبانه قوي مش قادره. احنا اتفقنا ان احنا هنسهر. عشان خاطرك انت ماشي. اوكي. يا بنت افهمي افهمي. افهم ايه يا سيدي؟ انا حره ومش عايزه اتجوزك. افهمي يا بنت، ما تبقيش عامله زي المدفع كده. يا خالتي ما انت ما شفتوهوش، والتاني جررها قدامه زي البهيم عمال يلطش فيها، وهو ولا هو هنا. يا بنت مش لما تعرفي الموضوع ايه الاول؟ موضوع ايه؟ سامح عندها حق. يا حاجه انا لو كنت اتصرفت تصرف تاني كان ممكن يموتها. كمان يعني لو كنت اخاها كنت وقفت تتفرج عليها؟ يا بنت افهمي. افهم ايه بس وزفت ايه؟ بص بقى من الاخر، انت وقعت من نظري، وانا مش ممكن اتجوز واحد وقع من نظري. لا، طالما وقعت من نظرك يبقى كل واحد مننا يروح لحاله. انت سكرتيره وانا محامي. عن اذنك يا ست ناديه. استنى يا ابني، دي هبله وعبيطه، مش فاهمه بتقول ايه. مش مشكلتي انها عبيطه. عنوان مكتبي زي ما كان، ولا انت نسيت العنوان؟ عاجبك كده؟ نقي كلامك. ديك القرف. اعمل ايه يا خالتي؟ هي دي طريقتي، وبعدين يعني لازم اقول اللي جوايا، والا يعني اطق يعني واموت؟ لا يا اختي، خليكي تربش كده. افهمي، الواد ما فيش زيه. يا خالتي ده خواف. خوف ايه؟ افهمي، وما تحكميش على حد ما تعرفوش. والواد والبنت دول اصلا ربنا عالم بيهم. بقول لك ايه، يلا عشان عايز انزل. على فين؟ رايحه زياره. رايحه تزوري ماهر؟ لا يا اختي، رايحه ازور ابو ضيف. عم ابو ضيف، ده محظوظ بقى. قصدك ايه؟ انا رايحه افهمه اوعيه اني مش ناسي حاجه، وهعمل كل اللي اتفقنا عليه. ده مجنون يعمل في نفسه حاجه كده ولا كده. ما تخافيش، هتلاقيه مستنيكي. يلا عشان اخدك معايا في سكتي. لا يا اختي، روحي انت لعماد طيبي خاطره، ولا اروح له انا؟ مش عارفه. مش عارفه؟ طب انا هروح الزياره واجي المكتب اصالحكم. يلا يا بت. يا بنتي زي العسل يا خالتي. طيب يا اختي يلا. هتروحي فين بس؟ هروح عند اهلي. واهلك دول فين بس يا بدايتي؟ في الحاره اللي كنت عايشه فيها. يا بنتي ما احنا خلاص بقينا اهلك. والله يا خالتي لو ليا ما كانتش هتبقى حنينه عليا اكتر من انتي حنينه عليا كده، بس خلاص الغالي ابن الغالي راح. يا بنتي لو قعدتك هنا مضايقاكي، تعالي نفتحوا الدار القديمه ونقعدوا مع بعض واهو نتونسوا بيكي. يا خالتي انا مش عايزه اكون تقيله عليك اكتر من كده. ايه ده؟ ايه الكلام الهبل اللي بتقوليه ده انت زي بنيتي وانا بحبك قوي قوي. معلش، ورحمه مهران خليني براحتي. هتقعدي فين بس يا بنيتي؟ ما تخافيش، هقعد في البيت اللي مهران كان مأجرهولي. طيب هتطمنيني عليكي؟ ايوه طبعا.
هتوحشك قوي يا بدايتي. حبيبتي حبيبتي يا ريحة الغالي، حبيبتي يا بدايتي. اوعي تقطع عليا اوعي. اتفضل يا سيدي. وادي دست البرفان اللي انت طلبتها دي، ما بتطلعش غير للغاليين بس. متشكر يا ملك، متشكر يا ملك. معلش اصل ازازه البرفان بتاعتك خلصت. وانت بقى بتتضرفن لمين النهارده كده يا جميل؟ اصل انا جاي لي زياره مهمه قوي قوي قوي. مين؟ ده انا بعدين هبقى اقول لك. ما يلا بقى يا ابو ضيف، انت رايح تتجندل تتجوز ولا ايه؟ انت تخرس خالص انت يا حمار. اخرس، صوتك بيعصبني بيضايقني. انت تقف كده زي عمود الخرسانه، ما تتكلمش الا لما اقول لك انا. انت فاهم ولا لا؟ خلاص يا اخويا، لو الزياره انتهت ما تلومش على نفسك انت. الله، ريحه مفتخره بجد. يا سلام يا سلام. يلا يا حمار خد ايدي. يلا يا اخويا على مهلك. يلا يا اخويا يلا. الله الله الله، ده احنا استحمينا اهو. ياه، وكمان حطينا ريحه. عشان تعرف بس ان انا طول عمري نضيف يهبل انت. عليا انا؟ ده كانت ريحتك بتجيب لاخر الشارع. عشان تعرف ان ريحتي ماركه مسجله يا جاهل. مسجله اداب. ما تطلع يا ام ابو ضيف، هتتاخر على الزياره. هو مين في الزياره؟ ست الوالده. ايه ده؟ انا جاي ازورك انت؟ ما تزورنيش انا ابنها فلذت كبدها. يا واد يا ماهر، افهم افهم. هي جايه اكيد عشان تقول لي ما خافش وانها هتتنازل عن القضيه عشان ما اعملش حاجه تضرك يعني في الاخر جايه علشان خاطرك. ولا عشان خاطرك زارتني انا؟ الله، انت محبتني قوي كده ليه يا باهر؟ انا وانت واحد يا ابني. لا انا وانت مش واحد. بقول لك ايه، اوعى تكون مظبط مع عمي. يعني ايه مش فاهم مظبط يعني تكون عامل جو. شوف بقى، انا هجيب لك من الاخر. انا احب الاخر بقى اقول. من غير ما تتعصب. انا هادي. من غير يعني ما تتنرفز. انا بارد. وهتقدر الموقف. خلص بقى لا اديك في وشك. انت ايه؟ مش سبق وقلت لك ان انا عاوز اتجوز امك؟ انت تتجوز امي وتبقى عمي؟ اقول لك بقى يا انكل ولا يا ابيه؟ ايه، ما اشبهش انا ولا ما اشبهش؟ ما تخلص يا عم ابو ضيف بقى. بقول لك ايه، اوعى تقول لها كلام من كلامك المعسول ده. البت تدوب في ايدك. انا عارف انها رقيقه ومؤدبه. ما تخافش يا ماهر يا حبيبي يا ابني، انا طول عمري والله محترم معاها. طب يلا زق. وده شلبي. إيه؟ انا شكلي حلو كده؟ ايه يا اخويا، شبه ستيفان روستي. طب يلا يا ولد. يلا يا اخويا. باي باي يا ماهر. سلام يا ستيفان. يا روستي. يا حوستي. يا سلام. بقول لك ايه يا واد يا شلبي، معكش مرايه؟ مرايه هتعمل بيها ايه؟ يا غبي، ما انت اللي هتبص فيها وتقول لي. طب ما انا ببص اهو شايفه. يا حمار، ده انا بهزر معاك يا غبي. يعني انا كده شكلي شيك؟ شيك ايه؟ انت لابس بدله السيد، يعني شبه نعيمه الصغير. يا حمار، ده انا غاسلها غسله كويسه قوي وفردها تحت المرتبه طول الليل وبخخ، وبقيت اتمرغ عليها كده اهو كده اهو عشان تبقى مفروده. بص كده، كسره البنطلون باينه. كسرت ايه؟ بقول لك ايه، يلا بينا بسرعه، اللي هيكسر دماغك جوه. خش كده ايه؟ طب يلا خش يا اخويا. بسم الله. انا اذنكم. ازيك يا ناديه؟ تعيش وتسلم من كل راضي. المأمور خرج مش كده؟ يا راجل خرج. ايه رايح فين؟ احترم نفسك. ده انا اصوت والم عليك الخلق. انت مالك محلوه قوي كده ليه يا ناديه؟ قال يعني بتشوف. هو الواحد بيشوف بعينه بس يا وليه؟ امال بيشوف بايه؟ بقلب. على فكره العين دي ولا لها اي لازمه، اساليني انا. هنبتدي النخ. ايه يا وليه؟ عين ما صح كده. اخصى عليكي اخصى عليكي. انا بتاع كلام فاضي من ده يا نونه. ما تقوليش يا نونه، بتضايق. تتضايقي من ايه بس؟ اصل انا ست كبيره بتحرجني، ما يصحش تقول لي يا نونه. كبيره؟ كبيره ايه ده؟ تفهم من بقك. انت بالنسبه لي بنت 14. يقطعك، انا مش جايه عشان اسمع الكلام ده. انا جايه عشان اقول لك اني مش ناسي اللي اتفقنا عليه وهعمل كل اللي قلته. طيب انا عاوز
اسالك سؤال كده بس تجاوبيني عليه بصراحه. وانا من امتى كدبت عليك؟ يعني كان ممكن تقولي الكلام ده للمعروف ابنك. اشمعنى يعني فضلتي انك تقابليني انا؟ ليه بقى يا ناديه؟ يا لهوي بالي، احلى حاجه في الدنيا لما الست تنكسف من الراجل اللي بنعشش بنفخها. ايه الكلام الحمضان اللي انت بتقوله ده؟ انا غلطانه اني جيت، ولو ماهر سمعك هيطين عيشتك. ما انا قلت له هو عارف. قلت له ايه؟ قلت له اني بحبك وانك هنا واني مش هقدر استغنى عنك يا روح الروح. وهو قال لك ايه؟ قال لي طالما القمر موافق يبقى خلاص. قال لك كده؟ اه. إلهي يسعدك يا ابن بطني. بتقولي حاجه يا نونا؟ لا ما بقولش، انا مستعجله بقى. مستعجله ايه؟ احنا لحقنا نقعد مع بعض وانا يعني بشوفك كل يوم. حلوه بشوفك دي. حلوه. يلا بقى انا همشي يا ابو ضيف، عندي مشوار مهم. سلام يا اخويا، هات ايدك. سلام. يا لهوي انا يابا، يا لهوي بالي، يا لهوي يا لهوي. واحد مصر. واحد مصر يا خالد. مصر. اقعد يا ماهر. شكرا يا باشا. على فكره انت كان عندك حق في موضوع الواد. يعني ابن سعادتك بقى تمام يا باشا؟ تمام والحمد لله. انا كنت عاوز اجيبه ويشكرك بنفسه، لكن ما رضيتش عشان خاطر المكان يعني، وانت عارف. يا باشا انا بتقبل الشكر عادي، يعني ابن سعادتك فوق دماغنا من فوق. الله يكرمك يا ماهر. على فكره المكتب اللي انت بعتنا له اتعرفنا على معيد هناك عند الواد في الكليه، وبصراحه عمل معاه الواد. سعادتك بس لو تصبر على ابنك شويه ده وتطول بالك هيبقى زي الفل ان شاء الله. على فكره الشاويش ربيع بيشكر فيك قوي. شاويش ربيع ده حبيبي. صراحه بيقول لي ان انت سهلت له موضوع عمليه بنته يعني. هو بقاله فتره ما بشوفوش ليه؟ هو واخد اجازه عشان بنته بتعمل العمليه، والنتيجه هتظهر بعد يوم او 2 كده ان شاء الله. ان شاء الله تشوف وتبقى زي الفل يا باشا. على فكره الواد عماد ده دقرم قوي. يا باشا احنا تحت امرك وزي ما تؤمر، ده انت لو قاتل قتيل. لا مش للدرجه دي يا ماهر. الموضوع بما فيه يعني عندنا مشكله في موضوع ميراث. محلول يا باشا ان شاء الله. مش لما تعرف ايه القضيه الاول؟ يا باشا مفيش حاجه ملهاش حل، قول لي بس ايه القضيه وباذن الله نلاقي لها حل. انت عارف العمارات الكبيره اللي في وسط البلد؟ اه طبعا عارف. ابويا كان اشترى عماره منهم من واحد يوناني من فتره كده، وبعد فتره ظهر لنا واحد تاني معاه نفس العقد لنفس العماره، وبيشكك في العقد اللي معانا. والمشكله دي بقى لها اكتر من 3 سنين، وانا عارف ان الواد ده كذاب على فكره. طب ممكن ساعتك بس تجيب لي القضيه؟ اه طبعا، بس انا فكرتك هتقول لي ودي لي عماد. لا انا لازم اطلع عليها الاول. بس الورق ده مش هيخرج من مكتبي. طب وانا هقرا القضيه ازاي؟ هنا في المكتب يا ماهر. ماشي يا باشا تحت امرك. الله يكرمك. تؤمر بحاجه تانية يا باشا؟ سلامتك حبيبي. سلام يا باشا. حبيبي ماهر، هو انا يا حبيبي ماهر والله العظيم انت بقيت عندي اعز من ابويا وامي. خير يا عم شالب في ايه؟ الباشا عماد اتصل بيا وقال لي خلاص موضوعي مع العيال انتهى مع مراتي خلاص. الف مبروك يا عم شالب. الله يبارك فيك، هشوفهم بكره ويوم الخميس الجاي هيباتوا معايا. العب يا عم واتبسط. والله العظيم انا لو عندي مال الدنيا ما عايزه عليك. يا عم انت هتعيط ولا ايه؟ شد حيلك بقى كده، خليك جدع. انت بقيت عزيز عليا قوي. ربنا يكرمك. انت ما تعرفش انا عيالي انا بحبهم قد ايه. يعني اكتر من كده حب؟ ده انت بتعيط اهو. يا والله وكانوا يلعبوا معايا ويباتوا معايا، انا كنت خايف عليهم قوي. لا ممكن تتجوز ولا تروح في 60 داهيه، ساعتها الحضانه هتروح لستهم وستهم دماغها انشف من امهم برضه. يخرب بيت امهم. الله يخرب بيت امهم على ستهم. على ستهم. على ستهم. انت رديت لي فيه الروح. ربنا يكرمك. الله يخليك. خلاص بقى يا عم شالب، الله يخليك ما تخليش اعيط انا كمان. خلاص يا عم شالب. اهلا يا ست ناديه، خير؟ اهلا بيك يا حبيبي. كنت عند ناس حبايبي هنا جنبك، قلت اجي اسلم عليك، وحشتني.
تشربي ايه؟ شاربة الحمد لله. انت بتبصي لي كده ليه؟ انت يا واد يهبل هتسمع كلام الهبلة وهتسيبها صحيح؟ هي قالت ان انا نزلت من نظرها، فكده مش هينفع نكمل مع بعض. ينفع ايه ونزلت ايه؟ ايه الهبل ده؟ ست نادية، الراجل لو نزل من نظر مراته ما ينفعش يعيش معاها. وبعدين هي بتتكلم في حاجات كده عجيبة، واسلوبها مش عاجبني بصراحة. يا راجل، الست لما بتحب الراجل بتاعها تحب تشوفه احسن راجل في الدنيا. عنتر زمانه شمشون الجبار. شمشون ايه؟ انا ما حصلتش ارنب. يا اخويا لا مؤاخذة سامحني، انا مش قصدي كده، لا ارنب ولا فار. انا قصدي انك انت لازم تفهمها انك انت صح وهي غلط. ازاي يعني؟ يا ابني فهمها، اقنعها، مش بالخناق، بالفهم. احنا مش هينفع نكمل مع بعض وهي اللي طلبت كده. يعني هي الست لما تطلب اي حاجة لازم تقول لها امين؟ لا، لازم تعمل الصح. طب اعمل ايه؟ قولي لي. فهمها انك انت صح وهي غلط. فهمها انك انت بتحبها وما تقدرش تستغنى عنها. انا تعبت معاها. يا ولا، ده انت بتحبها وهي بتحبك. طب انت شايفه ايه؟ بعد ما اخرج قول لها انك انت بتحبها. ماشي، اللي انت شايفاه. اسمع كلامي، مع السلامة. من هنا ورايح التعامل هيكون معايا انا وبس. الباشا قلاب وشوقي بيه الله يرحمه كان عليه فلوس كتير. اسمعني كويس، لو الامور تمت زي ما انا عاوز اعتبر الفلوس دي عندي انا، وانا اللي هدفعها لك. الحقيقه شوقي بيه كان راجل محترم، عشان كده كان كلنا بنثق فيه وعمر ما حد قال له لا. بس معايا هتتبسط اكتر. نستنى تيجي تشرب معانا الشاي ونتفق. اكيد. امال كارمن هانم فين؟ انا كنت عايز اعزيها. هي تعبانه شويه. طب بلغها تحياتي لو سمحت. ما تنساش وعدك لينا تيجي تشرب معانا الشاي. اكيد، نورتنا. اوكي، اتفضل. شكرا، سلام عليكم. كريمة، مالك يا حبيبتي؟ ابني مات. انت عايز مني ايه؟ انا بكرهك. انا مش هرد عليكي دلوقتي. لما نتجوز هحاسبك على كل كلمه بتقوليها. انا لازم استحملك، ما انت بنت عمي ومالكيش حد غيري. وانت مين قالك اني هوافق اتجوزك اصلا؟ لا، للاسف بقى الموضوع ده انت مالكيش فيه راي خالص. انا اللي اقول وانت تنفذي. انت اللي تقول انا انفذها؟ ده انا اموت نفسي قبل ما اعيش يوم معاك. تبقي ريحتيني. وعلى فكره، فرحنا بعد ال40 علشان خاطر عمي الله يرحمه. يلا يا حبيبتي، يلا عشان تاكلي. يا بنت لازم تاكلي عشان خاطري. والله مالية نفسي يا خالتي. ايه، عايزه توقعيني؟ انا جعانه وعايزه اكل. يلا يا اختي. بالهنا والشفا انت، والله مالية نفسي. وبعدين بقى بقول لك عشان خاطري، ماليش خاطر عندك. معلش يا خالتي. قولي لي، هم قالوا لك تمشي؟ هما مين؟ اهل جوزك. لا والله، حماتي طيبة ومسكت فيا عشان اقعد، بس خلاص هقعد ليه؟ اللي ليها عندي مات. طب يلا كلي عشان خاطري، يلا يا بنتي. يا خالتي والله ما عايزة اكل. يوه، انا هقوم امشي. تمشي تروحي فين؟ انت هتقعدي معايا هنا. انا اتقلت عليك النهارده كتير قوي يا خالتي، كفاية كده. اخصى عليكي يا كريمة، عايزة تمشي وتسيبيني لوحدي؟ ولا انت خايفة اقول لك تطبخي ولا تمسحي ولا تعملي حاجة في البيت؟
والله يا خالتي انا اخدمك بعناية، بس معلش سيبيني النهارده. لا يا اختي، انا مش هرتاح وانت بعيده عني. هتقعدي معايا يعني هتقعدي معايا. انا بس عايزه اقعد النهارده مع نفسي، دماغي عماله تودي وتجيب، مش عارفه اعمل ايه. تخشي تتوضي، تصلي ركعتين لله وتقولي ربنا يرحمهم ويرحمنا. يلا يا حبيبتي، يلا ربنا يهديك ويصبرك. يا رب. انت بتقول ايه؟ انا حاسس ان كارما دي في خطر، والواد ده عايز يكوش على كل حاجه. يبقى انت لازم تكلم كارما ولازم تقابلها. الواد ده مش هيسكت، عايز يوصل للورق اللي سابه ابوها ده باي شكل، لان الورق ده لو في ايديه هيكوش على كل حاجه. وانا لو طلب مني الورق لازم اديهوله، الا هيبقى يعني بيشك فيا. انت لازم تقابل كارما وتعرف منها مين من اصحاب ابوها اللي هي بتثق فيه. انت كده هتدخلنا في سكه احنا مالناش فيها. يا عم اسمع اللي انا بقولك عليه، انا فاهم انا بقول ايه. الناس دي مش زينا، الناس دول كبار قوي. انا مش هسيبها الجلال ياكلها يا متر. ابلغ لك عنه؟ لا ما تبلغش، ساعتها مش هنوصل لحاجه. ما هي كده هتقول كل حاجه عشان تخلص منه. لا هي مش هتقول ولا هتفتح بقها، مش خوفا من جلال، لا خوفا على سمعه ابوها عشان الناس ما تعرفش ان هو كان تاجر مخدرات، وساعتها بقى مش هنعرف جلال ده ممكن يعمل ايه. انا هحاول اقابلها واقول لك اللي حصل. لا مش تحاول، انت لازم تقابلها، فاهم؟ حاضر حاضر. واخبار سماح ايه؟ كويسه زي الفل. والبت مها مش اخبار عنها؟ مها مختفيه من الحاره بقالها فتره. ما بتجيش حتى الحاره تزور امها؟ سيبك منها بقى، البت دي ما تفكرش فيها. يا ابني انا مش بفكر فيها، انا بس عايز اعرف اخبارها، بتعمل ايه، وصلت لايه، من باب اعرف عدوك. ماشي حاضر. دي بقى القضيه اللي انا قلت لك عليها، عايزك تبص فيها. هقراها واقول لك. مش دلوقتي، مش هنا، يبقى بص فيها وانا برضه هبقى اقول لك ملحوظاتي فيها ايه. انا قدمت لك في الكليه وعدى على المكتبه اجيب لك كل الاوراق. الله يكرمك وسلم لي عليهم كلهم، وحشوني جدا. وبقول لك ايه، عايزك تفتح لي شركه لتداول الاوراق الماليه والاستشارات الماليه. ايه؟ ما تقهقهش، ما سمعتش انا قلت ايه؟ وتفوت على امي تاخد الفلوس اللي عندها تبدا بيها لحد ما اقول لك هنعمل ايه. ماشي حاضر. مفيش اخبار عن كريمه؟ كريمه رجعت الحاره وقاعده عند امك. طب كويس قوي انها رجعت. ايه في ايه؟ ابنها تعيش انت. ايه؟ جاله حمى كده وما لحقهوش، الله يرحمه. ابن مهران مات؟ يا ماهر ميعاد الزياره لسه ما انتهاش. يا نهار اسود، انت ايه اللي جابك؟ وحشتيني، اعمل ايه؟ انت اكيد مجنون مش طبيعي. ومين قال لي انا طبيعي؟ انا عايزه اعرف لو جه دلوقتي وشافك ايه الحل؟ انت قلقانه كده ليه؟ انا بالنسبه له ميت، يعني من رابع المستحيلات يفتكر ان انا ظهرت تاني. اخباره ايه؟ هو ايه اللي اخباره ايه؟ يعني حصل كونتاكت، اصل انا عارفه يحب النسوان زي عينيه. لا ما حصلش. هنكدب؟ حصل، والا ما كنتيش هنا. ده معناه انك شغاله كويس ومن زمان كمان. يعني ايه؟ يعني برافو عليك، استمري في السكه اللي انت فيها، وانا كمان هقول لك على حاجه مهمه هتساعدك. ايه؟ يعني لو حسستيه ان هو يقدر يمشي على رجليه تاني هتدخلي قلبه. هو ممكن؟ كل شيء ممكن. طب ازاي؟ ده ما ينفعش يمشي تاني. هو مين اللي قال كده؟ هو بنفسه. قصدك فريده؟ هي قالت له وهو صدقها. يعني هي قالت له كده عشان يفضل مشلول؟ شوفي ولاد الحرام، يا بنت اللعيبه دي دماغ. انت بس قولي له يراجع الاشاعات بتاعته والتقارير، يوديها لدكتور تاني ويتاكد انه الاشاعات دي بتاعته هو. ماشي، بس انت عارف بقى ايه اكتر حاجه مضايقاني؟ غريب. هو بعينه مش عارفه لازق له كده ليه. هو من عيلته بس من بعيد شويه، جابه ونضفه وعمل منه بني ادم. ازاي بقى؟ يعني كان حته عيل بيشم كله
مش لاقي ياكل، عمل منه بني ادم. وده بياخد كام بقى على كده؟ يعني حوالي 5000 جنيه. 5000 جنيه على جر العجله؟ عشنا وشوفنا. يا نهار اسود، بقول لك ايه، جر عجلك انت على جر، شكل حد جه. ايوه فهدي بيه عايزك. 5 دقايق واكون عندك، اغير هدومي بس.